بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمغتسب وبمنعرج شهدت بعجائبها هدد قامت بالأمر على الحدد وإذا بقضاء الله هدد فعلى مركوزتها فانجي فإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لمزارها ولد وإذا هاولت نهايتها فهذا إلزاك من الحرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك الحيث وماجدهم ولمنتهج ولمنتهج فإذ الأعمال إذا ركضت وإذا ما هلت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها وأنزل لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج من يخطب حور العين بها يرضى بالحور وبالخلود فقل المرضي لها بتقى ترى الله عدا وتكون نبي وتلو القرآن بقلب بحرف وبصوت فيه سدي وصلاة الليل مسافتها واذهب فيها بالفهم وجه وتأملها ومعانيها تعدل الفردوس وتبتهج واشرب تسليما فانتهيها لا مرتهجا وبمنتهج مرها العقل عليه هدى وهو متولي عنه هدي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في البحر من الرهج وإذا أبصرت منارهما فظهر فردا فوق السمج وإذا انساقت نفس وجدت ألما بالشوق المقترد وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضيق على الفلد وعياء الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرد والرفق يدوم لصاحبه والخلق يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الخلق إلى النادي وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهدي وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلود وأبي عمرو في النورين المستحيي المستحيي وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلود وعلى السبطين وأم
wa